بنعمل كونترا بس من 1500 ل 2500 درهم بالشهر، وبالحياة هيدي الأضواء والليلية ولازم تكونوا مأمنين سكن ومصاريف. الخجل بدنا نتركه على جنب، بدنا نكبه، وحط لك العداد 10 درهم اكل ومواصلات. استاذ ياسر الحزيمي، نجاح المصاري. مرحبا، أنا اسمي ميرنا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي على اليوتيوب. حتشوفوا علي محتوى خاص بالعقارات بدبي، بالاستثمار، بتطوير الذات، طبعا مع شوية كوميديا. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. تعالوا معي من دبي، رايحة على المكتب، هعملكم فيديو للناس اللي بدها تنتقل على دبي. خليكن معي. حكيتني رفيقتي من لبنان عم تسألني من فترة انه عبالها تنتقل على دبي تشتغل هون، فباعتبار انه انا حيصير لي 3 سنين بدبي، شو برأيي، شو بنصحها تعمل، شو ما بنصحها تعمل. فقلت ليش ما بعمل هيدا الفيديو على يوتيوب. في كتير ناس اكيد بنات وشباب ناويين يجوا على دبي ويشوفوا دبي اللي على السوشيال ميديا. خليني اخبركم شيء، مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا هو مش انه غلط او هو مش انه صح او كذب، لا، بس مش هيدي الصورة الكاملة، مش هيدي الصورة الحقيقية لدبي. هيدي السيارات الغالية والحياة هيدي الأضواء والليلية أوكي موجودة. النجاح، المصاري فعلا موجود، بس مش حتيجي تلاقيه مثلا بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين. خاصة انه المنافسة هون كتير كبيرة، كتير قوية، ولتأمن هيك حياة لايف ستايل مشابه للايف ستايل اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا كتير مكلف، كتير غالي. يعني مش اي حدا مثلا بده يجي اول سنة يشتغل بوظيفة براتب. اول شي الرواتب ما بتكون مثل ما انت متوقع انه في دول الخليج، يعني انا حروح اقبض وطلع وكذا. نو، مش يعني ما حتقدر تطلع، هي بس قصدي البداية ما حتكون حلوة، حتكون سهلة بالطريقة اللي نحن بنتصورها، بس مجرد انك تضاين فيها يعني برافو. اللي بيقول لك مثلا انا قبل ما اسافر اوكي كتير سمعت انه لوين رايحة، كيف بيعتينك اهلك ومدري شو، انه لحالك بنت صعبة وغالية، ما حتقدر تضايني انه بعد كم شهر بترجعي. خاصة انه اول بنت بالعيلة بتسافر لحالها، وحتى الشباب يعني من المنطقة بيسافروا بيرجعوا، عرفتوا. بس الحمد لله انا كنت ناوية اني ابقى عارفة انه مش هين، عارفة انه ما في شي، يلا هيك بيجي الحمد لله. عن جد الله ساعدني قواني اني ابقى، خاصة انه الله كمان بيحط بطريقك ناس كمان بتساعدك توصل. وما تصدقوا هذا الشيء اللي بنشوفه على السوشيال ميديا، اوكي كل مجال له غلطه، كل مجال له طريقه اللي بيكون مش صح، اللي بيكون غلط، اللي بيكون حرام. اوكي كل مجال له هيدا الشيء، مش بس العقارات، مش بس بدبي، كل مطرح بيكون له طريقه الغلط، ما في مطرح بيكون كله غلط او كله صح، مش طبيعي نلاقي الاثنين. فلنرجع لرفيقتي، عم تقلي انه وقت اللي قلت لها هذا الحكي، قلت لها صارت تقلي انه ثانك يو، عن جد ميرسي انك ما قلتي لي ايه تعي وكذا والحياة حلوة ومدري شو وكذا. نو، مش بهالسهولة، بس بتستاهل، بتستاهل التجربة، بتستاهل انك انت تخاطر وتجي. اكيد اكيد دفنتلي، لانه بتتغير كل حياتك. انه لو كانت صعبة بالبداية اكيد حتكون صعبة. مثل شو صعبة؟ يعني حتكون اولا ما بتقدر تجي تعيش وحدك، اوكي الاجارات هون كتير غالية، الا اذا مثلا حتى اذا بدك تعيش بالشارقة مثلا وتشتغل بدبي حتحطهم فرق تعب، اوكي ما حتقدر تشتغل منيح، عجقة روحة ورجعة. لو وفرتهم انت بسكن بين الشارقة وبين دبي حتحطهم فرق طريق، وقت على الفاضي، خلص حياتك بتكون كلها غلط، ما في يعني عذاب عذاب. انت مضطر او انت مضطرة انك تقعدي مع ناس بالبداية، طبعا بيكون ارخص اكيد لتقدري تضايني، يعني لتقدروا تكملوا. هيدي اولا. لا طبعا الاجارات من منطقة لمنطقة بتختلف، اوكي بس مثلا اذا انت بدك تقعد شيرينج مع حدا ممكن تتكلف بين 1500 ل 2500 درهم بالشهر، نحكي تكاليف، اوكي. بدي بس احكي وما اعطيكم اشياء عن جد تستفيدوا منها، اللي انا عن جد بكون بحاجتها. يعني قبل ما اسافر عن جد بدي حدا يجي يقول لي اياها بشكل واضح، انه بالرقم عم يكون في سكن بنات للبنات لحال، للشباب لحال، وما في داعي للخجل من هيدا النقطة. كل حدا اذا بتسمع كل حدا ناجح كيف كانت بدايتك بيقول لك بعد اضرب من هيك.
فبالعكس افتخر بكل خطوة بتمرق بحياتك، بكل مرحلة. كل مرحلة إلها حلاوتها وإلها صعوبتها وإلها سهولتها. فأحيانا بالصعوبة هيك بتحلى، عرفتوا؟ ما ضروري تستعمل التاكسي، التكاسي هون كتير غالية. عداد أول شي ببلش من 5 درهم. اوكي، يعني انت بتطلع بالتاكسي ببلش العداد من 5 درهم. اذا مشيت مثلا جدا قريب وحط لك العداد 10 درهم، مينيموم اوتوماتيكلي بيحط لك 12. مينيموم لازم تدفع 12، ما في شيء اسمه ب5 درهم، ما في شيء اسمه ب10. هيدا هيك القانون بالنسبة للتكاسي. ما تستحي انك تطلع بالمترو. كل العالم بلشت، كلنا بلشنا من المترو. على فكرة بتشوف دبي، يعني هي للسياحة كتير حلوة. ليه؟ لأنه بتشوف دبي أكتر من فوق من المترو، أحلى من إنك تطلع بالتاكسي. فدايما لازم تخلي معك كارد، النول كارد اللي هو بتشتريه من المترو، دايما انت بتشرجه بالمترو. هذا بالنسبة للمواصلات. هلا إذا انتم بدكم تسافروا، غير الفيزا والتيكت لازم تكونوا مأمنين 3 أشهر لقدام. يمكن ما تلاقوا شغل خلال هاي 3 أشهر. لازم تكونوا مأمنين سكن ومصاريف أكل ومواصلات. إذا بدنا نحط رقم بالدولار مزبوط قديه حسب كل حدا، بيختلف بين حدا وحدا. احتياط فيك أقل، تقدر تعيش بأقل، ولكن الاحتياط هيك الآمن $2000 كل شهر. هذا الاحتياط الآمن. أنت فيك $2000 تقريبا بيطلعوا 7000 وشوي درهم. أنت فيك تعيش ب5، فيك تقطع حالك ب5000، يعني تقريبا 1000 وشوي دولار. لنقول كل شهر 2000 دولار، تقريبا 6000 دولار. انت فيك تعيش ب4، من 4 ل 6000 خلال هي 3 شهور، تأمني حالك كبيت، كأكل ومواصلات. انت مالك بحاجة انك تنغري بالشوبينج بالظهرات وهالقصص. لا، انت لازم تأمني حالك بس بالبداية، وبعدين شوي شوي بتبلشي هيك تتأقلمي، تتعودي وتدبري حالك. هون المغريات كتيرة كتير. لازم تكون قوي، وكتير لازم يكون عندك ثقة، يعني هيك صلابة، بيقولوا صلابة نفسية، انه انا ما قارن حالي بحدا، وما قارن اللايف ستايل تبعي بلايف ستايل حدا غيري. ليش؟ انا كتير بحب الأستاذ ياسر الحزيمي وقت اللي قال ما تقارن بدايتك، يعني بداية مشوارك بآخر مشوار حدا تاني. يعني ما فيك تقول ليش هو عنده هيدي الحياة وأنا لا. طب بس هو مبلش من قبل، هو مجرب كتير، هو خسران كتير. انت ما شايف هيدا الشيء، انت بس شايف النتيجة الحلوة اللي هو عم يفرجيك اياها. كتير بحب هيدا المنطق. شوفوا، انا ما بدي اذكر لكم كل الاشياء السلبية ما تتشائموا انه لا ما بدي اجي على دبي ومدري شو. قلت لكم حرزان المجيء، بس مش حياة الخيالية اللي انتم متوقعينها بالبداية. تستاهل، ولأنها بتستاهل أنا بعدني موجودة هون. شغلة شوي مش حلوة للناس اللي بتكون هيك اجتماعية ومتعلقة بأهلها، متعلقة برفقاتها، بمنطقتها. ما حيكون سهل عليها أنا أكيد، لأنه حتعيش وحدة. أوكي، كتير حتصير أكيد. كل العالم جديد عليكم، ناس من مختلف اللهجات، من كذا بلد. يمكن انتوا تحكوا جملة هن ما يفهموا عليكم، او يفهموها بشكل غير، يمكن عند ببلدهم بتكون معناها شي تاني. شوي شوي بس بتصير تتطور اكتر في شيء اسمه الايموشنال انتليجنس. بصير انتوا بيتطور عندكم الذكاء العاطفي which is very good. يعني كل شغلة مش منيحة او صعبة بيكون لها اكيد نتيجة بوزيتيف، بالعكس يعني بتكون شي كتير حلو لبعدين. فيمكن من الوقت تصيروا تتسلوا بالأكل، يمكن تصيروا تتسلوا بالمسلسلات، لحتى تتخطوا صعوبة الوضع. بتصيروا انتوا بس بدنا نلهي حالنا بشي، وهو أسوأ شي ممكن نعمله لحالنا انه نحنا نلهي حالنا، انه نحنا نخسر تركيزنا بشغلنا. انه انا ليه جاية، وبتلاقي فجأة مر سنة، لك سنة بدبي، شو عملت بهيدي الفترة؟ فجأة الوقت كتير 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 سريع. ففعلا من بعد تجربة انه المركز اللي حاطط بلان. في اشياء اكيد بتواجهنا مثلا بحياتنا اليومية، نحن اكيد ما بنقدر نخطط لكل شيء، نحن ما بنقدر نخطط من A to Z اكيد for sure. بس انا حاول قد ما فيني ما الهي حالي، حاول قد ما فيني ابقى على الوزن اللي انا بدي اياه، حاول قد ما فيني اتعلم الشيء اللي انا بحاجته. مثلا اذا انا
بأي مهنة، لنقول أنا بمهنة الماركتينج أو أنا بمهنة العقارات، شو السكيلز اللي أنا بحاجتها لحتى أنا أطور أو أكون أفضل من غيري. في أشياء بتكون حقولها بالفصحى بمقدار السيطرة، بمقدار سيطرتي عليها. مش ما بقدر أسيطر على كل شيء، بس بضل في أشياء بقدر أنا أتحمل مسؤوليتها. نصيحة جدا مهمة، الإنجليش شيء جدا جدا ضروري. لنقول أنتم ما بتعرفوا الإنجليش، أوكي، ما معكم هيدي اللغة بعد، أنتم بيكون عندكم لنقول 3 options شغل. بس إذا أنتم معكم إنجليش بتفتحوا، ما بدي بالغ، بس إنه 20 options. هالقد في فرق. لا، لازم تكونوا عندكم اللغة الإنجليزية جدا جدا مهمة. يعني هي تستخدم أكثر حتى من العربي. يعني لو حتى العالم كلها بتحكي عربي بس في حدا إنجليش، خلاص بيحكوا إنجليش. شخصين 3 بيحكوا خلاص بيحكوا كلهم إنجليش. أنتوا لازم تكونوا بتعرفوا، خاصة إنه في أجانب كتير، مش كله عرب هون، خاصة إنه شركات بتكون عالمية، ما بتكون كلها محلية. وإذا بدك تطور من حالك ف you should definitely have the English language. فيكن تتعلموها. أنا بالمدرسة ما كنت شاطرة كتير بالإنجليش by the way. اللي ساعدني كنت أحضر، فيكن تعملوا هيك، تحضروا يوتيوب بالاشياء اللي انتم بتحبوها. انت مثلا مهتم بالفوتبول، حضر مقابلات بتحكي عن الفوتبول بالانجليش، حضر مثلا فوتبول معلق بالانجليش، مصارعة مثلا احضرون بالانجليش، الطبخ احضروهم بالانجليش، كيف عم يطبخوا. يمكن في منافسات بالطبخ، يمكن مثلا بالفاشن، انفلونسرز بالانجليش، سيلف هيلب مثلا بتحبوا الموتيفيشن، احضروهم بالانجليش مع سبتايتلز من تحت. بتطوروهم مثلا كمان نفس الشيء بالكتب، ما ضروري فيديوز، فيكم تقروا بنفس السبجكتس اللي انتم بتحبوها. المهم انتم شوفوا السبجكتس اللي انتم بتكونوا مهتمين فيها، يحضروا ويقروا عنها بالانجليش. ما حد تخلصوا الموضوع يلا بنهار وبليلة، بس لازم تكونوا عم تحبوا هيدا الشيء اللي انتم عم تحضروا او عم تقروه لتضلكم تكفوا. وشوي شوي بتصير يعني بتتحسنوا، وشوي شوي حتى لما يعني تستعملوها to practice it مع ناس بتحكي بالإنجليش، بتصير أكيد بتتطوروا أكتر بكتير. بدي أخبركم شغلة كتير مهمة من تجربة شخصية. هيدي قصة اعملي CV مرتب وبعتيه، حطيه هون وهون وهون وهون، أوكي معقول يزبط، تعرفي حسب أنت نصيبك وين، حسب أنت رزقتك وين، بس كتير بطيء، كتير صعب. انا ما بحب هالطريقه. انا بحب روح اثبت محلي، يعني انه انا جايه، ما تحكيني تقلي اعطيني السي في تبعك. اكشلي انا هيك عملت. انا ما بحب قصه انه بعتي لي السي في وهلا بنشوفه ورجعي بكره او رجعي، لا. اوكي بجيب معي السي في، اوكي، بس انه انا هون انا موجوده. قابلني انترفيو مي، نحدد موعد، نحكي، يمكن نشتغل يمكن لا، بس انا بكون عملت جهدي بالكامل. جيت حكيت، فرجت انا شو بقدر اعمل، بحكي عن حالي، بتعرف على الشركة اللي انا كمان بدي اشتغل فيها. يعني مش بس تكون مسؤولية انه يتقبلوني، انا كمان انا لازم اقبل بالشركة اللي انا عم اشتغل فيها، لازم اعرف حالي مع مين عم بشتغل. خاصة اذا بالبداية ما بنعرف الشركات، بنجي بنحط السي في تبعنا هون وهون وهون، يمكن هاي الشركة ما تكون مناسبة. فيفضل انك مش تشتغل باسلوب الورقة هون السي في هون وهون وهون، لا، روحوا بنفسكن، فرضوا حالكن، فرضوا وجودكن، definitely حتزبط one time somewhere. ما بتعرفوا. شغلة أخيرة حبيت إني أقولها، هون كل شي بالقانون بيمشي. كان عندي وحدة بعرفها من فترة عم تشتغل مع حدا، شركة جديدة، أوكي، إلها 3 أسابيع، وهو واعدها مثلا صاحب الشركة واعدها يعمل لها الكونترا، وكل مرة بيأجل. لازم تكونوا واضحين من البداية، ما فيكم توثقوا بأي حدا، لأنه أصلا إذا أنت بدك تشتكي عليه أو إنه بدك تاخدي حقك منه ما بتقدري، لأنه أصلا ما في شي بيثبت بينك وبينه إنه أنت متفقة على شي. يعني أنت هاي 3 أسابيع اللي بعد جمعة بيصيروا شهر، اللي أنت بيصير بحق لك تطلعي راتب، ما بتقدري تحصلي على شي ولا بتقدري تطالبي بشي. ليه؟ لأنك ما اتفقتي معه من الأول على عقد، وهو كل مرة بيأجل.
بدنا نتفق على شغلة. بدنا نتفق على شغلة. الحياء غير الخجل. الخجل بدنا نتركه على جنب، بدنا نكبه. الحياء حلو هيك، له هيبته، له الكاريزما تبعته. حلو انه الواحد يكون او الشخص يكون عنده حياء هيك محترم لبق. بس الخجل يعني ما بدنا نسيء فهمه. اوكي، الخجل اللي بيمنعنا ان ناخد فرصة بلا. الخجل اللي بخلينا نطالب بحقنا بلا. يعني مثلا هي ناطرة انه وعده ليعملها الكونترا، هو عم يستغل. شو بيقلها انه في ناس مثلا في شركات بتقلك انه ليش انت ما بتوثقي فيي. طب انه بوثق فيك، بس مثلا انت عندك رخصة عند الدولة، ليش انت عندك هيدا الرخصة ومعمول ورقة لحتى تثبت انه انت لك شركة. هلا انت ما بتوثق بدولة الامارات؟ طبعا بتوثق، بس ولكن كل شيء لازم يكون مكتوب وواضح. فما تخلي حدا يحرجك او انه ولو ما بتوثقي فيي ما بنعمل كونترا، بس بتداومي، بس بتشتغلي، بس كذا. هيدا الشي لازم ننتبه له، لانه ما معك حق اصلا انك ترجعي تشتكي عليه اذا انت ما في شي مكتوب بينك وبينه. ما في داعي نماطل ونستغل خجل بعض، لانه انت هون بالغربة بمنطقة جدا، مش بمنطقة، بمرحلة جدا حساسة. بدك تكوني منتبهة كل الزوايا اللي بتقطع، لكل القصص اللي بتقطع بوجهك. حكيت كتير شغلات. صدقوني بلشت الفيديو مش عارف شو بدي احكي. ما بعرف، ان شاء الله حدا يستفاد. I hope so. واذا اذا عندكم اي شيء هيك اسألوني. ان شاء الله اقدر. شوفوا، انا شخص بحب اخد نصيحة من حدا، مش انا اللي بعطي نصايح، بس انه اذا تعلمت شيء بحب اني انقله لحدا يمكن يعوزه. وبس والله. اسمي ميرنا، ما تنسوا تعملوا لي فولو اذا عبالكم هيك فيديوهات، واهلا وسهلا فيكم. ثانك يو.